النهارده 15 رمضان، وزي ما انت عارف ان ليله القدر بتيجي في العشر الاواخر من شهر رمضان، يعني اخر 10 ايام في شهر رمضان. وليله القدر طبعا ليها فضل كبير جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا عن ليله القدر وعن فضلها، وفي حديث كتير بتتكلم عن ليله القدر. والله عز وجل قال في القران الكريم ان ليله القدر خير من 1000 شهر. يعني ليله القدر دي خير من 83 سنه تقريبا. يعني انت 12 ساعه بس ليله كده احسن ليك في العباده، لما تعبد ربنا في الليله دي وتصلي كده بصدق وتدعي بكل حاجه، احسن ليك من 83 سنه كامله عباده. فخلي بالك ولازم تدرك ليله القدر. فانا النهارده جبت لك 4 علامات لو شفتها في ليله من اخر 10 ايام في شهر رمضان، فان شاء الله دي هتكون ليله القدر. ودي طبعا احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلامه الاولى والثانيه والثالثه ذكروا في حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني 3 علامات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لو شفتوا العلامات دي في ليله، فان شاء الله دي بتكون ليله القدر. وال3 علامات دول هي سامحه، طالقه، ليست حاره ولا بارده. وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامه الاولى اللي هي سامحه. سامحه يعني ليله هاديه كده، فيها طمانينه في القلب، فيها هدوء. ده حاجه انت بتستشعرها بقلبك في الليله دي بالذات، فاهم؟ فدي كده اول علامه اللي هي سامحه. وطالقه، طالقه يعني ليله كده فيها نور. نور ده اللي هو مش معنى ان السماء هتكون منوره وكده، نور ده اللي هو نور كده اللي الملائكه بيتنزلوا في الليله دي، فاهم؟ فانت بتحس بنور كده شديد في الليله دي، وبتحس بتقوى كده وايمان، فاهم؟ دي كده العلامه التانيه اللي هي طالقه. وتالت علامه لا حاره ولا بارده. لا حاره ولا بارده يعني لو احنا كنا مثلا دلوقتي في الصيف، فطبيعي بيكون الجو بالليل بيكون حر. فهنا الجو ما بيكونش حر في الوقت ده، بيكون جو معتدل كده البروده، فاهم؟ ولو كنا في الشتاء فطبيعي الجو بيكون ساقع قوي بالليل. فبرضه في الليله دي بالذات في شهر الشتاء بتكون الليله دي مايله كده للصيف، فاهم؟ اللي هي بتكون الجو فيها جميل. ودي كده اول 3 علامات. والعلامه الرابعه دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابه، والصحابه بيتكلموا عن ليله القدر. وليله القدر زي ما انت عارف احنا قلنا فضل ليله القدر، وكانوا بيتكلموا في ليله القدر وازاي يعرفوا ليله القدر وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ايكما يذكر حين يرى القمر مثل شق جفنه. شق جفنه دي اللي هو كانه نص طبق كده. فدي كده رابع علامه ان القمر بيكون كانه مقسوم نصين كده في السماء، فاهم؟ فدي كده اول 4 علامات عن ليله القدر. ولازم تدرك ليلة القدر زي ما قلنا، عشان ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر عبادة كاملين كده قصاد ليلة واحدة بس. وعايز أقول لك إنك لو حسيت، وعايز اقول لك انه مش لازم في ليله واحده بس، انت اول ما تحس يعني بالحاجات دي انك تعملها. المفروض تكون عامل الحاجات دي في العشر الاواخر كلهم، عشان برضو في حاجات انت ممكن تحس بحاجه زي كده وشخص تاني ما يحسش بحاجه زي كده، فدي حاجات مش اكيده، فاهم؟ فانت لازم طول العشر الاواخر وطول اصلا شهر رمضان تعمل عبادات كتير، فاهم؟ تستغفر ربنا وتدعي وتصلي كل الصلوات، فاهم؟ وتصلي التراويح والتهجد في العشر الاواخر، فاهم؟ لازم في العشر الاواخر كمان تكثف الاعمال دي وتقرا قران كتير وكده، عشان ان شاء الله لو انت عملت الاعمال دي كلها في العشر الاواخر، مش في ليله واحده بس اللي انت هتحس فيها، ان شاء الله انت كده هتدرك ليله القدر 100%. صلي على النبي. وكان معاكم معاذ محمود، وكل يوم فيديو الساعه 4، تكون هنا بكره الساعه 4. سلام.